ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده مع بعض هنعمل صينيه البطاطا الحلوه اللي قدامك دي وكب كيك البطاطا بطريقه سهله ولذيذه جدا وهتعجبكم قوي. ولما تعجبكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي. ويلا نبدا. انا استخدمت 2 كيلو بطاطا. احنا طبعا في موسم البطاطا دلوقتي متوفره في السوق كتيره واسعارها معقوله جدا. 2 كيلو هتغسليهم كويس وتقشريهم بالشكل ده كده. ممكن تتسلق بالشكل ده بس هتاخد معاكي وقت اكتر. فيفضل يعني ان احنا نقطعها شرايح كده. وبعدين في حلة على النار هنحط بقى البطاطا وهنضيف لها آه، كوباية سكر وكوباية مية وكوباية لبن. لو عملتي كيلو واحد يبقى هتضيفي لها نص كوباية سكر ونص مية ونص لبن. سبتها بقى على نار متوسطة كده تلت ساعة بالظبط لحد ما اتسلقت خالص وشربت اللبن والمية والسكر وبقت بالشكل ده. نزّلتها وبدأت بقى أهرسها بالspatula كده عادي، يعني مش لازم خلاط ولا حاجة. تهرسيها بالspatula كده أو بشوكة. بعد ما هرستها كويس ضفت لها معلقتين سمنة وقلّبتهم بقى، قلّبت البطاطا في السمنة كويس مع بعض كده وركنتها دلوقتي. اللبن اللي هنستخدمه هو كيلو واحد. أخدت منه كوباية لسلق البطاطا والباقي ده ضفت له معلقتين نشا ومعلقتين دقيق ومعلقتين سكر ومعلقتين كريم شانتيه. والسكر دايمًا براحتِك، يعني لو حاسة إن المعلقتين قليل زوّدي شوية، لو حاسة إن هو كفاية السكر اللي في سلق البطاطا خلاص براحتِك. قلّبت بقى على البارد كده بمضرب البيض اليدوي لحد ما دوّبت كل حاجة في اللبن، وبعدين رفعتهم على نار أقل من المتوسطة، واستمري في التقليب بالشكل ده لحد الكريمة ما تاخد الشكل ده كده القوام ده. والكريمة على فكرة اللي معمولة باللبن سوري بالدقيق مع النشا بتبقى أحلى بكتير من اللي معمولة بالنشا بس. ضفت لها بقى معلقتين زبدة كبار بس شوية وقلبتهم لحد ما ساحوا. وبعدين آخر إضافة الفانيليا. الصينية اللي هنستخدمها تحطي فيها أي حاجة زيت سمنة زبدة. أنا حطيت معلقة سمنة ودهنت بيها الصينية كده وبعدين حطيت البطاطا الارتفاع اللي أنا عاوزاه. وحطيت زبيب وجوز هند وشوية عين جمل وده طبعا كله اختياري. تضغطي بقى كده علشان الحاجة تنزل في البطاطا وبعدين حطيت الكريمة بتاعتنا كلها الكمية اللي عاملينها كلها. ضبطتها كده بالاسباتولا وسبتها بقى لما تتماسك شوية وبعدين دهنت الوش بسمنة. ودخلتها الفرن على درجة حرارة 200. هتقعد حوالي ربع ساعة من تحت و10 دقايق من فوق. كمية البطاطا اللي اتبقت معايا أنا عايرتها بالكوب المعياري كده طلعت كوباية ونص الكوب اللي هو 250. ضفت لهم 2 بيضة وفانيليا ومعلقة بيكنج باودر ومعلقة كاكاو. ضربتهم كويس قوي بالمضرب اليدوي كده وبعدين جبت صواني الكب كيك والورق بتاع الكب كيك ده كده وحطيت فيه ال- البطاطا بتاعتنا كل واحدة كده حطي فيها حوالي معلقة ونص واخبطيه كده كويس عشان تطلعي فقاعات الهواء. وبعدين زينت الوش بشوكليت شيبس وشوية زبيب. ادوا شكل حلو كده ولون حلو للكب بتاعنا النهارده. دخلت دي بقى الفرن على درجة حرارة 180. الرف الوسطاني اخدت حوالي 15 دقيقة. الصينية طلعت اهي بقى زي ما بقولك اخدت ربع ساعة من تحت و10 دقايق من فوق. والكب بتاعنا اهو طلع مستوي وجميل. علشان بقى تطلعي الخرطة متماسكة طبعا لازم تسيبيها بقى مش اقل من ساعة كده لما الصينية تتماسك وتبقى الخرطة مظبوطة معاكي بالشكل ده. حلوة جدا سكرها معقول. لذيذة قوي. البطاطا زي ما باقول لِك اليومين دول الموسم بتاعها، علشان كده بقى إحنا هنعملها بكذا طريقة، يعني استني مني فيديو تاني عاملاها بطريقتين تانيين أحلى من كده برضه. وبألف هنا. ولو عجبتِك طريقتي النهارده اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي. وباي باي.